السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. رجعت لكم فيديو جميل وجديد وان شاء الله يعجبكم. النهارده بقى اليوم بتاعنا عند الفراخ، شايفين بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. النهارده قلنا نعشي الفراخ كده ونتكلم في كلام مهم يفيدكم ويفيد الطيور بتاعتكم. طبعا انتوا عارفين ان لازم الواحد بقى في فصل الشتاء يحصن الفراخ، واحنا المفروض نحصنها على طول، بس في فصل الشتاء بالذات نزود التحصينات من البيت. احنا مش هقول لك اشتري تحصينات من بره من عند الدكتوره البيطريه ولا من الصيدليات، لا انا هقول لك اعملي تحصينات من البيت. تحصينات البيت اللي هو خرطي بصلتين مع فصين توم، بسم الله ما شاء الله. البصلايه دي مع فصين توم هيزودوا هتحصني فراخ كويس بيهم جدا جدا، وهترفع المناعه وهتقويها، لان البصل اساسا مضاد حيوي مقوي ورافع للمناعه، يعني بيقوي ويرفع المناعه جميل جدا. يعني لما انت تحصني فراخك بيه بسم الله ما شاء الله هتبقى فراخك قويه. وحتى لو فراخ جيرانك عيانه فراخك انت مش هتتعدي، لان لو انت مش محصنه فراخك، لو انت مش محصناها كويس هتتعدي الفراخ بتاعتك، لكن لو انت محصناها مش هتستقبل اي عيان. قبل كل حاجه بنصلي على النبي ونشوف بقى التحصينات الجميله ديت. ولو عجبك الفيديو ما ننساش اللايك والاشتراك. شايفين يا حبايبي لازم الواحد يحصن الطيور بتاعته، لازم التحصينات المهمه دي تحصينات من البيت، يعني مش هتشتريها من بره. البصل عندك في البيت متوفر في البيت، البصل والثوم ده متوفر عندك في البيت، يعني مش هتشتريه من بره خالص اهو. يعني لازم تحصني الطيور، لازم تحصني الطيور بتاعتك، لازم التحصينات دي تحصينات مهمه جدا جدا ومفيده للطيور. يعني مش هقول لك هاتي حاجه من بره، لا انا هقول لك اللي هو البصل ده مقوي ومضاد حيوي. يعني لو جبت بصلايه وخرطتها للفراخ مره كل اسبوع او مرتين في الاسبوع جميل جدا جدا، يبقى انت كده رفعت المناعه والفراخ بتاعتك. ولو فصين توم برضو حطيتيهم حتى لو بقشرهم كده هياكلوهم، او حطيتيهم في الميه جميل جدا جدا، والخل على الميه جميل. لو عجبك الفيديو ما تنسيش اللايك والاشتراك، وتنزلي الفيديو جديد ان شاء الله. سلام.